السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الطيس غندوزو الباترون سروال قياس ال. غادي ندوزو على بركه الله. اول حاجه نحدو المستطيل ديالنا اللي العرض ديالو القيمه ديال الورق 26 والطول ديالو هو الطول ديال السروال هو اللي هو متر. انا ندير لكم دوره الورق ولا ربع دوره الورق. عندي 26، عندي الطول السروال متر. بالنسبه للطول كيبقى انا قلت لكم على حسب الطول كل وحده. دونك غنديروا واحد المستطيل ديال العرض ديالو 26 والطول ديالو متر. هذا غنديروا اول حاجه الامام ديال السروال. غنجيو لهذا الخط وغادي نهبطوا بالقيمه ديال دوره الورق، كنهبطوا ب 26 وغنديروا الخط. يعني غنحدوا الخطوط الاساسيه، خط الحزام، خط الورق. غندوزو دابا خط الركبه. شنو سبقت قلت لكم الخط ديال الركبه كيكون الطول ديال السروال على 2 زائد 6 سنتيم، يعني غتجيني 56. نجيو من هاد النقطه ونهبطوا 56 ونديرو خط. من بعد ما حددنا هاد الخطوط الرئيسيه غندوزو لافوش. شحال القيمه د لافوش؟ القيمه د لافوش هي ربع دوره الورق اللي هي 26 على 6. شحال تعطيني 4.5. تيبقى اختياريه، سواء دير 5 سواء دير 4. انا غندير 5. بغيتيو ديروا 4 ديروا 4، بغيتي ديروا 4.5 ديروا 4.5. انا ندير 4.5. يعني داك النص زايد ناقص راه ما تيفرقش في الباترون، يعني تيبقى السروال محافظ على القياسات ديالو. مفهوم؟ غنجيو نشوفوا شحال بغيت انا في اسفل ديال الدوره ديال الرجل. بغيت 26، بغيت 28، اللي بغيت. انا غادي نخليها 26 هنا، 26 هنا، 26 يعني خليتها في القيمه ديال دوره الورق. يعني غنجيو لهاد النقطه ونديرو خط هنا، نديرو خط هنا. غنجي لهاد الخط وغنقسمو على 2 وغندخل بسنتيم ونحدد التقويره ديالي. مفهوم؟ هنايا شحال خرجت؟ ب4.5. غنطلع هنا ب4.5 وغنديرو التقويره ديالنا كالعاده. مفهوم؟ غنجيو لهنا وغندخلو بواحد السنتيم وغنديرو الخط ديالنا. حتى الان مفهوم؟ غنجيو لهاد الخط وغادي نهبطو ب3 سنتيم وكنديرو. دونك هنا حددنا الامام ديال السروال. ندير خط باش يكون لكم واضح. ها هو، غير تبعوا الفيديو مزيان ان شاء الله غادي تفهموا. حاولت نفسر بواحد الطريقه سهله. هذا هو الامام ديال السروال. شنو باقي لنا دابا؟ ندوزو الخلف. غنديرو نيت واحد المستطيل بالقيمه ديالو العرض ديالو 26 والطول ديالو متر. نديرو المستطيل ديالنا بهاد الطريقه. حتى هو تنحدو 26 هاد النقطه، كنهبطو بدوره الورق وكنديرو خط وكنحدو خط الركبه
يعني من خط الحزام لخط الورق كنهبطو بالقيمه ديال دوره الورق، يعني ربع دوره الورق، حيت تنخدموا بالربع. بالنسبه ما حددنا الخطوط الرئيسيه غنحدو لا فوقش عندنا 4.5 نضربوها بجوج تولي 9، يعني كنديرو الدوبل ديال الامام، ها هي 9. بالنسبه للاسفل ديال الرجل ديال السروال درنا 29، غنزيدو واحد 2 سنتيم حيت يكون الامام الخلف زايد على الامام 2 سنتيم، ها هي 28. غنجي لهنا نزيد 2 سنتيم ونحدو خط، ومن هذا الخط ديال الركبه غادي نحدو الخط الثاني ونقسموه على جوج وندخلو هنا سنتيم. احنا حددنا الخطوط ديال السروال. شحال خرجنا هنا ب9، غنطلعو هنا ب9 ونحدو التقويره ديالنا. غنجيو لهاد النقطه وغنطلعو ب5 سنتيم. بالنسبه للامام الا لاحظتوا جينا لهاد الخط وهبطنا ب3 سنتيم، هنا غنجيو لهاد الخط وغنطلعو ب5 سنتيم. وكيولي هو هذا السروال ديالنا. طلعنا ب5 سنتيم، يعني بحال هاد النقطه هنايا هبطنا 3 سنتيم، ومن هنا طلعنا 5 سنتيم. وكنحدو السروال الخلف ديال السروال ديالنا تتكون الفرق ديالو 2 سنتيم. هذا هو الخلف. كاين واحد الحاله الا بغيتي تزيد الجياب هنا كتهبط هنا بواحد 15 ولا 16 وكتحدد الجيب ديالك. كيبقى اللي باغي يدير الجيب يمكن يديرو بهاد الطريقه، غتلاحظوها في صراولكم وعلى حسب. كاين الجيب اللي كيديرو هكا، كاين اللي كيديرو هكا، وكتختار كي بغيتي نوعيه الجيب. غير كتفصل بالنسبه لهاد الجيب تتفصل الثوب على 4 بالقيمه ديال غدير 25 على 30، وغادي دير جوج مقطعين من هنا لهنا، يعني جوج هكا وجوج هكا، يعني جوج فيهم من هنا لهنا وجوج فيهم هذه كامله باش كتلصقوها في السروال. وكاين واحد الاحتمال هنا متى تبغي دير لاستيك ما بغيتيش ديرو سيباري على السروال، كتزيد واحد القيمه ديال 5 سنتيم على اساس لاستيك القيمه ديالو شحال 4، دونك كتزيد واحد 5 سنتيم وكتحدد لاستيك ديالك، يعني كيتفصل مع السروال. كتبقى اختياريه حتى هي وعلى حسب الثوب اللي عندك وعلى حسب الموديل الحزام اللي غدير. هي هذه لابارتي ديال لاستيك، يعني تتكون القيمه ديالو 4 سنتيم، تنزيدو سنتيم بالخياطه وكيتقلب على السروال. الا ما بغيتيش ديرها سيباري على السروال كان كله لاستيك، من الاحسن دير هاد الطريقه. ما كانش كله لاستيك كانت القدامي فيه اون بوند سامبل والظهر لاستيك، كديرها سيباري باش كتحدد لا بوند الامام ولا بوند اللون كدير فيها لاستيك مدوبل، يعني القيمه ديال لاستيك فوا 2. مفهوم؟ كان هذا هو الباترون ديال السروال قياس ال. بالنسبه لهذا القياس كنحتاجو 120 الثوب كافيه بالنسبه للسروال. فوقاش كناخذوا الثوب وافي ملي كتعدى 30 في دوره الورق. دابا غندوزو الفصاله ديال السروال، عندنا الامام وعندنا الخلف. غادي نحاولوا دابا نفصلوا الخلف. انا قلت لكم الا بغيتيو تزيدوا داك 5 سنتيم كنزيدوها هنايا. تشوف
انا في الباترون ما زدتش 5 سنتيم اللي غتكون مع الثوب، على حسب الثوب واش هيكفيكم ولا لا. بالنسبه للعبار ديال السروال ديروا متر وعشرين كافياكم. ومن بعد غنديرو الخلف، حافظوا على الطوافيل. بالنسبه لهاد السروال راه ساهل جدا، حاولوا تفصلوه طبقوه. خليو سنتيمتر يلا. شي البنات الا بغيت هنا نزيد 5 سنتيم راه يمكن لي نزيدها، وكتبقى مع الثوب وكنلصق فيها لاستيك. انا قلت لكم كتبقى اختياريه، كتزاد بهذه الطريقه اللي كنت قلت لكم في الباترون. بغيتيو ديروها في الباترون راه كديروها، بارفوا الثوب ما تيكفيش. بالنسبه انا قلت لكم هاد العبار من 30 لتحت متر وعشرين كافيه، ولكن فوق 30 راه تيخصكم تاخدو متر ونص وتكون داخل في خارج، يعني متر ونص. ما خصش هادو الاسفل السروال يكون واسع بزاف. الا كان واسع بزاف راه كتاخدو الطول في 2. المهم دابا نخدم معكم لي موديل. هنا زدنا 5، الا بغينا نزيدو حتى هنا 5 على ودياش لاستيك اللي غادي نديرو، حيت هاد السروال بلاستيك. كتشوفوا على حسب الثوب واش غادي يعطيكم ولا لا. الا عطات تزيدوا داك الخمسة وكيجي مفيني، كيجي تا هو زوين. المهم انا كنخيركم نتوما تعرفوا على حسب الثوب وعلى حسب اللي بغيتيو. بالنسبه لهنا ديما السروال البنات اللي بغيت نقول لكم ملي كنجيو لهنا راه كنخرجوا هكا، مفهوم؟ كنخرجوا هكا، وعاوتاني هنا كنخرجوا هكا، يعني ما كنخرجوش تو دغوا، كنخرجوا هكا باش ملي كنطويو كيعطينا. ساهل، الموضوع زوين وساهل. هي لابارتي ديال لاستيك، كيركب هنا لاستيك وكتقلبوا على هادي، وكنحلو هنا تخلينا سنتيم بالخياطه. المهم نتوما ما غاتشدوش بهاد الطريقه حيت قياس مصغر باش كنفسر لكم. ها هو لو دوفون. دابا غندوزو لو كتخلي 1 سنتيم ونص الخياطه. ها هو لو ولو دوفون بكل سهوله. اش كنديرو دابا؟ كنلصقو لي فورش بعضياتهم، لا فورش ديال لو دو ولا فورش ديال لو دوفون. بهاد الطريقه. المهم كنخليو سنتيم ونص الخياطه باش نفسر لكم. بالنسبه للمبتدئات شي عرفوا كيديروا كيخيطوا لا فورش هي الاولى. كاين اللي كيخيط هاد لابارتي هي الاولى، كاين كيخيط لا فورش. المهم هذه هي الاولى، كتبقى هاد لابارتي هي الاخرى، هذه هي الاخرى اللي كنجمعوا. المهم تلصقوا لي فورش بعضياتهم. نحاول نسرع باش تفهموا.
ندوزو عاوتاني للامام يتخيط نفس الطريقه، الوجه على الوجه. ميبقاش عندكم مشكل دابا في فصالة السروال، من فوا تشربوا هاد السروال ما يبقاش عندكم مشكل نهائيا. بالنسبه للقياسات الكبار فوق 30 يعني 30 الفوق كناخدو متر ونص. الا ما كان السروال واسع بزاف من التحت، كان السروال واسع كناخدو الطول في 2 باش تكون عندكم فكره. المهم انا سرديت باش تشوفوا. ها هو حنا خيطنا لي فوش، شتي ها هما طياتهم، ها هما كنحطو كيتخيط هكا. من بعد كنخيطو لي كوطي وكنخيطو هاد لابارتيه الاولى كنوريكم. بعد ما خيطنا لي فوش كنخيطو لي كوطي ها هما، ومن بعد عاد كنخيطو لابارتي الاخرى. ها هي باش ما نطولش الفيديو بزاف. خيطنا هذه هي الاولى الامام، شتي الفرق اللي كيجي الا لاحظتي، شتي وهنا كيجي لاستيك وهنا عاوتاني لاستيك درنا في حساب. وعاد كنخيطو هذه هي لابارتي الاخر هذه حتى تنساليو، عاد كنخيطو هاد لابارتي. تنظن مفهوم. خيطنا لافوش هادو جمعناهم بجوج، هادو جمعناهم بجوج كما سبق، وكنخيطو الجناب وعاد كنخيطو لافوش. كان هذا هو السروال ديالنا. نتمنى تجربوه ويعجبكم. صحه وراحه.